ننتقل إلى علم الفقه. يأتي طالب علم مبتدئ فيبدأ بالمحلى لابن حزم، ووالله وتالله سيقع في مشاكل لا تحمد عقباها. المحلى كتاب عظيم وفيه فوائد جمة، لكنه لا يصلح للطالب المبتدئ أبدا، لا ينبغي أن يقرأه إلا بعد أن يتضلع ويتمكن. تعرفون ظاهريته رحمه الله، مع أنه ظاهري في الأصول، ظاهري في الفروع، باطني في الأصول، عفى الله عنه وعنه ورحمه، لكن لا ينبغي أن يشتغل الطالب المبتدئ بالمحلى. عرفت طلاب علم ونحن صغار بدأوا بهذه الطريقة، فأصبحوا يريدون إقناع العامة ببعض شطحات ابن حزم، لماذا؟ لأنه لم يتفقه ولم يتدرج في طلب العلم الشرعي. أرى أن يبدأ طالب العلم في الفقه بالمختصرات، وعلى رأسها كتاب الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان. ثانيا يأخذ عمدة الفقه. نعود إلى موضوع الفقه، فتأخذ العمدة، لا تأخذ الزاد، لأن الزاد صحيح أنه مختصر، لكنه مختصر المختصر أو معتصر المختصر، قد لا تفهم كثيرا من عباراته. نحن درسنا 5 سنين في المعهد العلمي، من أولى متوسطة إلى آخر سنة، وكان لا يشرح الشيخ حتى نسمع 5 أسطر على الأقل في الموضوع، ثم نبدأ بها، ثم يشرحها. لا تنتقل مباشرة إلى المغني أو المجموع أو غيره من المطولات أو الاستذكار لابن عبد البر أو نحو ذلك، لا، ابدأ بالكتب التي ذكرت لك، ولا تضيع نفسك بالبدء بالكتب التي لا تفهمها. تبدأ بكتاب الشيخ صالح الفوزان ملخص الفقهي وهو جميل، وكذلك كتاب قلت لك عمدة الفقه، والكتاب الذي في المجمع الذي هو الفقه الميسر، أيضا فيه فوائد جمة، وهو مقتصر على القول الراجح. ثم تنتقل بعد ذلك، إذا أتقنت هذه المختصرات، انتقل إلى كتب الفقه المطولة كالمغني والمجموع وغيرهما. لكن لو احتجت إلى مسألة خاصة فلا بأس أن ترجع إلى هذه الكتب، لكن بعد أن تسترشد بالعلماء الربانيين حتى لا تقع في بعض المشاكل التي لا تفقهها.